بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. انا طالعه النهارده عشان اشكركم، اشكر ربنا طبعا سبحانه وتعالى الاول اللي بعت لي رزق كتير قوي، والحمد لله جبر بخاطري. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان الرزق مش فلوس ولا مال، ده الرزق ناس حلوه، الرزق صحبه كويسه، الرزق ده ناس يعني تحبك من غير ما تبقى عايزه حاجه منك. وده اللي انتوا عملتوه معايا بالظبط، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتهولي. بعت لي ناس كويسه خايفه عليا، ناس ظبطوا لي القناه. انا القناه دي كنت خلاص ابتديت ازهق منها، لاني بقالها كتير، بقالها 3 سنين عماله احط فيها وما باخدش منها. فانا نفسي طويل ما بزهقش، يعني الحمد لله عندي ثقه في الله عز وجل ان اللي بيتعب ربنا بيكافئه بجد. وكمان عارفه ان الواحد يعني ما بيتكسرش. يعني انا اتعودت يعني من زمان انا واقفه على حيل، يعني ما بستسلمش للكسره. فمش القناه بقى اللي هتخليني ان انا اتكسر او انا ازعل ولا كده، بس اتضايقت شويه ان انا عماله اديها وما باخدش منها. بس الحمد لله ربنا كرمني، بعت لي بشر، يعني ملايكه على صوره بشر فعلا، يحبوني يدعموني. ناس كتير قوي. اهم حاجه يعني الحب من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي وقف لي ولاد الحلال وجبر بخاطري، والناس دي جبرت بخاطري. ناس كتير قوي قوي وهم عارفين هم مين، ناس من بلدي، وناس كتير. يعني عايزه اقول لكم انا عندي دلوقتي ناس بيتكلموا معايا يمكن من سوهاج لغايه اسكندريه. وشوفوا بقى من سوهاج لغايه اسكندريه بقى والجيزه والقاهره ودمياط، ناس كتير قوي ومن اقاليم ومن هنا ومن هنا. ده زائد كمان الناس اللي بره. يعني انا عندي ناس كتير قوي من بره، عندي من السعوديه بيكلموني، ومن الجزائر، ومن المغرب. الا بقى بتوع المغرب ولادي مش قادره اقول لكم، يعني بيكلموني على طول. ومن الكويت بقى، ومن اليمن، ومن لبنان، ومن ليبيا، ومن السعوديه قلت، ومن العراق، ومن الاردن، ومن كل حته الحمد لله، ومن الجزائر. بقى ليا اصحاب كتير، يعني بقى ليا ولاد. انا بقى عندي اسرتي ولاد وعندي اخوات الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى بعت لي عيله جميله وعيله كبيره قوي. انا بتكبر بيكم، وعارفه ان انتوا دايما هتبقوا في ظهري، ودايما هتبقوا مساندني، وانا عشمانه في ربنا وفيكم في اكتر من كده. حيتولي القناه بتاعتي وخلتوني يعني انا نفسيتي بقت مرتاحه الحمد لله، لان انا القناه دي تعبتني نفسيا وعدوانيا وكل حاجه وماديا وكله. والحمد لله، ما انا بقول لكم الرزق مش رزق فلوس. الحمد لله ربنا يعني ما انعم عليا بعيال كويسه الحمد لله، ولادي وانتوا ولادي برضو. والفلوس دي يعني ياما الواحد مسك، الحمد لله انا مسكت فلوس لا تعد ولا ترد. بس الحمد لله انا خلاص، انا عايزه ان انا ربنا يكرمني. انا تعبت، يعني عايزه ان انا ربنا، وكل واحد له خصوصياته طبعا، ان انا اتكلم ان انا كان معايا ومش معايا الحمد لله، مش دايما لغير وجه الله. انا من ساعه ما فتحت القناه دي وانا بقول يا رب اعتمدت عليك، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وفضلك عن سواك. انا على طول بقول الكلمه دي. ربنا يكرمني ويكرمكم جميعا يا رب، ودايما مع بعض. ومستنيه برضك منكم الدعم، ومستنيه منكم تكبروني، وانا مش هكبر الا بيكم، والقناه دي مش هتبقى حاجه الا بيكم. وبشكركم جدا، بشكر كل اللي وقفوا جنبي، بشكركم فعلا. لو اقدر ان انا اقول لكم بالاسم اقول بالاسم، مش عيب ولا حرام. انتوا ناس على دماغي من فوق، حبايبي وولادي واخواتي، ربنا يخليكم ليا. يلا بقى نعمل احلى صينيه كيكه بالبرتقال تستاهل بقكم الجميل. شكرا يا حبايبي، شكرا ان انا كترت عليكم وسمعتوني. السلام عليكم. الرحمن الرحيم. مقادير الكيكه بقى بتاعت البرتقال معايا هنا دول 3 مجات، كل مجه الا ربع، يعني ده مجه الا ربع برتقال، السوائل كلها الا ربع، برتقال، حليب، زيت، كل حاجه الا ربع. ومعايا 2 بيضه، ومعايا بشر ليمونه، ومعايا حوالي معلقتين كبار بشر برتقال، ومعايا ايه تاني، بيكنج باودر، فانيليا، كوبايه وربع سكر. هضرب الحاجات دي في وذره ملح صغيره قوي اهي، صغيره قوي سنه يعني.
وهاخد معلقه خل من دي، معلقه صغيره بس. هضرب الحاجات السايله كلها في الخلاط، في شفشق الخلاط، وهرجع لكم تاني. حطيت السكر والبيض والزيت والفانيليا ونص ومعلقه الخل الاول، وبعد كده بعد ما اضربهم هنزل بقى بالبرتقال والحليب عليهم، بس مش هحط قشر البرتقال ولا قشر الليمون في الخلاط. الدقيق ده 3 كوبايات من نفس الكوبايات اللي انا معايره بيها الزيت والحليب وكله. ودول حبه الملح اهم، معايا باكو بيكنج باودر، ده بشر الليمونه، ده بشر البرتقال. انا ما حطيتش البرتقال البشر في الخلاط عشان انا مش عايزاه يبقى، يعني انا عايزاه يبقى حتت كده وانت بتاكلي تبقي حاسه ان في يعني ليه طعم، يعني مش عايزاه يتهرس. الكيكه دي بتبقى حلوه قوي، جربوها على ضمانتي كده، جميله جميله وسهله. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى السوائل اللي انا ضربتها في الخلاط. فضيت الخليط على الدقيق اهو، اقلب بقى ايه في اتجاه واحد كده لغايه ما يبقاش في حاجه مكلكعه ولا يبقى في دقيق باين. بقول لكم سهله وبسيطه خالص. معايا بقى هنا صينيه دهنتها زيت، هنزل الخليط فيها. انا مشغله الفرن على حراره 180 يعني في النص، مش هفتح فوق وتحت، انا فاتحه في النص بس. فضيتها في الصينيه اهو، اديها خبطتين كده عشان لو فيها هوا ولا حاجه اهي بتبقى مظبوطه اهو. بس هدخلها الفرن بقى. الكيكايه طلعت من الفرن اهو، انا استنيت لما بردت خالص، يعني ايه انت ما تقلبيهاش الا ما تبرد، لان لو عملتيها وهي سخنه هتفرول منك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بصوا بس عامله ازاي تحفه. هقطعها بقى واوريها لكم. بصوا حبايبي الكيكه عامله ازاي، بصوا اسفنجيه وحاجه ايه تحفه، وطعمها تحفه. جربوها هتعجبكم قوي ومش مكلفه وسريعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، وبشكركم جدا، كل الشكر ليكم حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويجعلكم دايما سند في ظهري بعد ربنا. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي، والف شكر على كل اللي بتعملوه معايا. شكرا يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. وبردك ما تنسوش اللايك والدعم، انتوا مش ناسيني، بس ما تنسوش تاني وتاني وتاني. السلام عليكم حبايبي.